السلام عليكم. غادي ندوي على اخر مستجدات فريق الوداد الرياضي. يعني تتفصلنا ايام قليله على مباراه العوده اللي غادي تجمع ما بين الاهلي المصري وفريق الوداد الرياضي. طبعا المقابله ديال الذهاب انتهت ب2-1 لصالح الاهلي المصري. فريق الوداد الرياضي خصو يكون تعامل يعني تحضير نفسي وكذلك بدني للمقابله ديال العوده، وكذلك خصنا نركزوا على جوج اللاعبين ديالهم اللي خطيرين واللي ممكن ان نقولوا هما اللي تيحركوا الاهلي المصري، اللي هما بيسيطا وكذلك اللاعب الشحات. فاذا كنت تغيب على المقابله وتتعاود ترجع تشوف جوج اللاعبين، تتغفل تلقى شحات شد الكره، عاوتاني تتغفل تلقى بيسيطا هو اللي شد الكره. خصنا نحاولوا على الاقل هاد اللاعبين نخنقوهم، ما نخليهمش انهم يتحكموا في الكره وما نخليهمش يلعبوا على باريحيه ديالهم كيف ما تيبغيو. كذلك على مستوى خط وسط الميدان امني النفس انه يلعب سفيان المترجي في خط وسط الميدان، او نقولوا يلعب كعشرة. علاش؟ سفيان المترجي رغم انه ما تيلعبش، وتقول لي كاين اللي غادي يقول لك يعني ما عندوش تنافسيه، ما عندوش بزاف، ولكن سفيان المترجي يعني المستوى ديالو افضل من الحسوني هذا الموسم. يعني ما تنقولش المواسم السابقه، فالحسوني في المواسم السابقه كان المستوى ديالو رائع، لكن هذا الموسم تراجع المستوى ديال الحسوني داخل فريق الوداد الرياضي. إلى لعب يعني سفيان المترجي كذلك زهير المترجي، فهو أجل يعني الجراحة ديالو اللي كان غادي يخوض على مستوى يعني الركبة ديالو أجلها إلى نهاية الموسم، وبغى أنه يخوض المقابلات مع فريق الوداد الرياضي. ولكن زهير المترجي يعني المستوى ديالو يعني هبط بسبب يعني الإصابة اللي تعرض لها. كذلك إلى جينا نشوفوا يعني الجدة ديال المترجي غادي نلقاوه ضعيف، ولكن من الاحسن يعني يلعب سفيان المترجي، رغم ان يعني فاين دي بروك ممكن ما يتفقش مع هذا الاقتراح هذا، ممكن انه يدخل اللاعب اللي يعني اللي تيشوف هو طبعا هو المدرب ديال فريق الوداد الرياضي، وهو في الاخير اللي غادي يتحمل المسؤوليه على يعني التشكيله اللي غادي يلعب بها. فريق الوداد الرياضي خصهم يكونوا يعني يوم الاحد خصهم يكونوا سبوعه ورجال، يعني خصك 11 لاعب يكون مقاتل ومحارب اللي ممكن انه يحارب، حيت كانك غادي تخوض معركه. حنا تندويو على معركه الكرويه وليست معركه اخرى، تندويو على المعركه الكرويه. خصهم يكونوا يعني 11 لاعب مقاتل في رقعه الميدان. ما خصناش عاوتاني نمشيو عند الاهلي المصري ونبغيو عاوتاني نلعبوا فيها حنايا هما السبوعه، ونمشيو ونحاولوا اننا نضغطوا عليهم ونخليو المساحات ديالنا خاويين، ونخليو الشحات وبيسيطا ونخليو لهم المساحات اللي تيبغيو، ونخليو لهم يعني في الظهر المدافعين خاوي، ونقول لهم خذوا يعني ديروا ما بغيتوا. كذلك على المستوى الدفاعي انا تنفضل انه يكون يعني ابو الفتح وزولا. علاش؟ فرحان عنده تجربته على المستوى الافريقي، خاض السنه الماضيه مع فريق الوداد الرياضي وكذلك على المستوى الافريقي، لكن منذ الاصابه ديال يعني فرحان فكان ابو الفتح هو اللي لعب مع زولا. شحال ابو الفتح خاض من مقابله مع زولا؟ فخاض مقابلات على مستوى الدوري الاحترافي، كذلك خاض مقابلات على مستوى عصبه الابطال الافريقيه من مقابله سيمبا ذهابا وايابا، كذلك المقابله اللي كانت اصعب مع ماميلودي سانداونز ذهابا وايابا. فما يمكنش المقابلات النهائي وندير يعني فرحان وندير زولا. على الاقل ابو الفتح وزولا يعني خداو واحد يعني خداو واحد الانسجام بيناتهم، يعني خدوا واحد المقابلات العديده لا على مستوى الدوري ولا كذلك على مستوى يعني عصبه الابطال الافريقيه. فنتمنى انه يكون على المستوى الدفاعي فرحان عفوا ابو الفتح وزولا ذاك الانسجام، فقط انهم يحاولوا انهم ما يخليوش المساحات يعني في خلف الضغط ديالهم، وكذلك زولا ما يحاولش انه يتبع كهرباء. فراه جوج المرات كهرباء يعني حنا تنعرفوا كهرباء تيلعب في المنطقه 18، فكان يعني زولا او كان كهرباء تيخرج زولا من المنطقه ديالو الدفاعيه. ففاش تشوف هكا كنت حاول انك تبقى في المنطقه الدفاعيه ديالك وخلي جبران يتكلف بكهرباء، خليه هو يتكلف، انت غطيه المنطقه الدفاعيه ديالك وخليه هو يتكلف. وكذلك ما نمشيوش حنا نلعبوا عندهم ونحاولوا اننا ناخذوا كره ونحاولوا اننا نبقاو ضاغطين عليهم تنخليو لهم المساحات. كذلك خصنا نتعاملوا اذا جينا نشوفوا فريق الوداد الرياضي فخصو يتعامل بحال فاش انه ما بقى ما يخسر، فاش مارك عليه البيت الثاني. فشفنا فريق الوداد الرياضي كيفاش دار هجمه منسقه اللي جاب منها الهدف، يعني دقه توصلت اللاعب بوهره وتسجل الهدف. فبحال هكاك خص فريق الوداد الرياضي يلعب، خصك تقسم اطوال المقابله لصالحك انت، لصالح ديالك انت، يعني لا على المستوى البدني تحاول تقسم المقابله ولا كذلك على الجانب الديني خصك تقسم المقابله. ربع ساعه الاولى
جس النبض او ربع ساعه الاولى ما نحاولش انه يتسجل عليا، وبخصوص انا في الملعب ديالي في ربع ساعه الثانيه نحاول انني ندير هجمات، نحاول انني يعني نضغط على فريق الاهلي المصري، نحاول انني ندير هجمه مرتده سريعه، نحاول انني نبني يعني واحد الهجمه اللي تكون منسقه واللي ممكن انني ندير فيها دقائق ونوصل للملعب. كذلك اذا جيتوا تشوفوا البيت اللي ماركا فريق الوداد الرياضي، فتما معلول خرج من المنطقه ديالو، يعني معلول خرج من المنطقه ديالو، فاحنا خصنا نستغلوا بحال دوك الاخطاء اللي تيرتكبوا هما، خص فريق الوداد الرياضي يستغلوا، ماشي هما يديروا اخطاء وما نستغلوهمش حنا نديروا اخطاء وما يستغلوهم، لا، فخصك انت تستغل الاخطاء اللي تيديروا فريق الاهلي المصري وخصنا نركزوا عليهم، وخص فريق الوداد يركز عليهم، كذلك اللاعبين يركزوا على الاخطاء اللي تيدير فريق الاهلي المصري. فعلى مستوى خط وسط الميدان فتنتمنى خط وسط الميدان يكون واقف ديال فريق الوداد الرياضي، تنتمنى يكون واقف. فإذا جينا نرجعوا للمقابله فالجدي كان تيمشي باش باغي يعني يغلق على معلول حيت كان تيعتقد انه غادي يلعب من الوسط. كنا تنشوفوا الداودي يعني المستوى ديالو ثقيل وبطيء جدا، يعني كنت تشوف الداودي بحال يعني لاعب زايد على فريق الوداد الرياضي في خط وسط، يعني في خط وسط الميدان، بالاضافه الى الاخطاء اللي كان الداودي، يعني جوج على ما اعتقد، يعني شي جوج المرات دار اخطاء على ما اعتقد في الدقيقه 57 او في الدقيقه 58 ما بقيتش عاقل بالضبط. فكان تيدير اخطاء على مستوى خط وسط الميدان. حنا قلنا في خط وسط الميدان ما خصكش دير اخطاء، في خط وسط الميدان خصك تكون مركز باش ان تما ما يحاولوش انه يفتكوا لك الكره، فلا حاولوا انهم يفتكوا الكره عندهم لاعبين سراع اللي غادي مثلا ممكن يدير اندو مع الشحات، والشحات يخرج عنده مدافع ويدخل هو في عمق الملعب، غتمشي له الكره. وكذلك بيسيطا وحنا تعرفوا السرعه ديالو والمراوغات ديالو، فبحال المراوغه اللي دار لزولا، فجليسا زولا وفرق الكره، ولكن كان التصدي ديال المطيع في المستوى الجيد. ففريق الوداد الرياضي واللاعبين خصوصا خصهم يكونوا مركزين هذا الاسبوع هذا على الجانب الديني، وما يحاولوش انهم يتشطنوا بشي حاجه اخرى. راه الهدف اللي ماركيتي تما في مصر راه في الصالح ديالك. اذا رجعتوا للاهلي المصري فما بغاوش انهم يكونوا ماركي عليهم واحد في مصر، حيت عارفين ان فريق الوداد الرياضي قادر على انه يفوز على الاهلي المصري في الدار البيضاء داخل الجمهور ديالك في الملعب ديالك، وانت ما شاء الله استاد دونو غادي يكون عامر ب 60,000 متفرج، راه ما ساهلاش. فنتمنى من اللاعبين ما يضيعوش هذه الفرصه هذه اللي غادي يدخلوها للتاريخ، كذلك المدرب غادي يدخل للتاريخ، كذلك هناك لاعبين اللي غادي يتوجوا بالسنه، يعني السنه الثانيه او الثالثه ديالهم بهذه الكاس هذه، وكذلك غادي يكون الثاني على فريق الاهلي، الثالث على مستوى فريق الاهلي المصري غادي تحيد له لقب، وكذلك الثاني على التوالي في مسار هذا النادي هذا. ففريق الوداد الرياضي نتمنى من اللاعبين يكونوا مركزين، تكون طبعا ما نحتاجوش نوصلوا للجمهور، فطبعا غادي تكون مسانده جماهيريه كبيره، فتنتمنوا ان لاعبي الوداد الرياضي ما يضيعوش هذه الفرصه ديال العمر اللي تحت لهم، ونتمنوا انهم يكونوا يعني مركزين في المقابله ان شاء الله اللي غادي يخوضوها يوم الاحد. فما بقى لي الا نشكركم متابعينا الكرام على الدعم ديالكم وعلى الثقه ديالكم في هذا المنبر الاعلامي. يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.